هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم اتنين لو بوني تيل او اتنين ديل حصان. شكلهم حلو قوي ولطاف قوي. يلا نبتدي. هنعمل الضفيره بتاعتنا من قدام كده. هنقسم شعرنا كده بالشكل ده. هنعمل بقى نفس الكلام الناحيه التانية. مش مهم ننزلها لتحت قوي، يعني ممكن نعملها الطول اللي احنا عايزينه، مش محتاجين ان احنا نكملها للاخر. وهنربطها كده ونرجعها لورا بالشكل ده. تعالوا اوريكم من ورا هنعملها ازاي. بس هنرفع كده الضفيرة اللي عملناها ونلفها ونربط بيها شعرنا بالشكل ده. نبتدي نوسعها من هنا عشان شكلها يبان معانا كده. ده يكون شكلها بعد ما خلصنا. تعالوا بقى اوريكم تاني بوني تيل هنعمله النهارده. تمام، هنقسم شعرنا لثلاث اجزاء من ورا كده ونربط كل جزء فيهم. وهنعمل طرف ده كده بالشكل ده، والطرف ده بالشكل ده، وهنسيب اللي في النص زي ما هو. هناخد بقى الجزء ده المفتوح ده ندخل فيه الشعر اللي في النص، وبعدين ناخد الجزء اللي على الطرف ده ندخل فيه الشعر كله. نبتدي بقى نضيق التوكة بتاعتنا، وهيبقى الديل الحصان او البونيتيل بالشكل ده. وده كده الشكل بعد ما خلصنا. شكله سيمبل قوي وفي نفس الوقت داخل في بعضه وملعبك. وبكده نكون خلصنا الاتنين ديل حصان او الاتنين بونيتيل. هستنى رأيكم وان شاء الله تجربوهم.